ولا إنسان على وجه الأرض اتغير بجد إلا لما الألم وصل لمرحلة ما بقاش مستحمل يرجع يعيش بنفس النسخة القديمة بتاعته. ظهرك للحيط ووشك للحيط، انت مش راجع. هخرج من النسخة القديمة ومش هكمل كده. الثبات على المسار بيساوي سهولة التنبؤ يساوي الهزيمة. في رحلة التغيير لازم تختلي بنفسك. انت مش محتاج تعمل قفزة 100 خطوة. المعرفة نور على العقل، احنا عرفنا ونورنا عقولنا، لكن التحول نور على الروح. خالق الكون بيكلمك على سيكولوجية التحول. لازم التحول يحصل من الجذر، من عند الروح. انتوا تقدروا تعملوا معجزات. المبادرة عندك، مش من عند اي حد تاني. مساكم وصباحكم نور وحياتكم كلها نور. أهلا بيكم في الحلقة 7 من بودكاست النور اللي جوانا. التحول The Magnificent Shift. ساعات بنوصل لمرحلة في الطريق بنحس فيها اننا فهمنا كل حاجة، قرينا وتدبرنا وسمعنا وجربنا، لكن رغم ده كله حاجة غريبة جدا، تبص جواك تلاقي ان في حاجات لسه مكانها ما اتغيرتش. الخوف قل بس ما بيروحش، جروح بتخف بس ما بتلتئمش كلها، الغضب بيتفجر ساعات من ابسط حاجة، والتعلق بيشدك لورا، الطاقة السلبية من شخص معين بتحاصر حياتك، وتسأل نفسك السؤال المهم: ليه بحس اني فاهم بس مش بتغير؟ ليه الخطوة الحقيقية مش بتتحقق؟ ليه فرق بين المعرفة اللي حصلتها والتحول الحقيقي اللي على الأرض؟ هنا بندخل على موضوع حلقتنا، الحلقة اللي نقدر نقول إنها فيها الخلطة السرية في الرحلة كلها، الحلقة اللي بتبني الجسر بين ال5 محطات مع بعض اللي عدنا بيهم وبين الحياة نفسها. ليه ناس بتتغير وناس ما بتتغيرش؟ لو بصينا على حياة ملايين البشر هنلاقي في ناس متعلمة جدا، فاهمة كل النظريات، ومع ذلك حياتها من جوه مظلمة أو محبطة أو ما بتتغيرش. في ناس بسيطة جدا لا معاهم ورقة ولا قلم ولا كتاب، لكن عندهم تحول داخلي أقوى من الجبال. ليه؟ لأن التحول أصله مش فكرة ولا معلومة ولا درس. التحول زلزال هادي بيحصل في العمق، لحظة بينك وبين نفسك بتقرر فيها انك مش هتعيش تاني بنفس الطريقة، بنفس النسخة القديمة منك. دي لحظة بيسموها علماء النفس turning point، نقطة التحول. الصوفية بيقولوا عليها اليقظة، واليقظة دي مش مجرد صحوة عقل، دي صحوة روح كاملة. طيب هنحط بعض القوانين أو القواعد عشان نعمل تحول أو حاجات تساعدك على التحول بشكل كويس. القانون الأول للتحول بسميها الألم المنقذ. خليني أقول لك حقيقة صريحة: ولا إنسان على وجه الأرض اتغير بجد إلا لما الألم وصل لمرحلة ما بقاش مستحمل يرجع يعيش بنفس النسخة القديمة بتاعته. الألم هنا مش بالضرورة يكون مرض أو كارثة، أحيانا بيبقى ألم روحي، تحس إحساس إنك ضايع، إحساس إنك مش عايش حقيقتك، أو إن في نور جواك مش لاقي طريقه يخرج. عندنا أمثلة كتير. في دكتور اسمه جون سارنو في نيويورك، كان مشهور بمعالجة آلام الظهر الشديدة. عمل حاجة غريبة جدا، عمل دراسة استفتاء على المرضى بتوعه، لقى ان اكتر الحالات للمرضى اللي بتجيله باكتر من 70 او 80% ان رغم الآلام المرعبة اللي عندهم ما فيهاش اي اسباب عضوية،
وبيخفوا بمجرد أما بيكتبوا وبيواجهوا الآلام النفسية القديمة بتاعتهم اللي كانت مدفونة لأكتر من 20 سنة. لما واجهوا آلامهم واعترفوا بيها اتحرروا من ألم جسمهم. ده مثال صريح إن التحول بيبدأ بإقرار أو باعتراف، وبعدين إنك تتحرك. ما ينفعش تهرب. قانون التحول التاني: قرار بلا رجوع. ظهرك للحيط ووشك للحيط، انت مش راجع. في اللحظة اللي بتاخد فيها قرار بالشكل ده قرار بيبقى حقيقي. صدقني الكون كله بيتغير من حواليك لما تأكد على نفسك وعلى الكون انك مش راجع للنسخة القديمة. مايكل فيلبس السباح الامريكي المشهور، قبل ما يبقى صاحب اعلى عدد ميداليات في تاريخ الاولمبيكس، كان شاب عنده اكتئاب وعدة محاولات انتحار. اللي انقذه مش مدرب ولا دكتور ولا معالج نفسي ولا صديق. اللي انقذه كان قرار واحد من جواه: هخرج من النسخة القديمة ومش هكمل كده. قرار 100%. ساعتها بقى انسان تاني، تحول. التحول بيبدأ من قرار، مش من هزات ضعيفة ولا نوايا مترددة. قانون التحول الثالث: كسر الأنماط. لو عايز تتغير لازم تكسر دايرة، زي ما بيقولوا علماء الأعصاب: neurons that fire together wire together. الخلايا العصبية التي تشتعل معا تنسجم معا. يعني مهما كانت نيتك حلوة، لو نمط حياتك هو بتعمل نفس الحاجات، بتقابل نفس الناس، دايرة العلاقات ثابتة، روحك هتفضل محبوسة في نفس الخندق، مش هتتغير. في عالم الطيران الحربي في دراسة بتقول ان الطيارين المقاتلين عندهم اسلوب او تكنيك اسمه break the pattern. لما الطيار يدخل في تدريبات قتالية، اهم حاجة يتعلمها انه ما يطيرش في نفس المسار مرتين، لان بيقولوا ان الثبات على المسار بيساوي سهولة التنبؤ يساوي الهزيمة. وانت كده برضو لو عايز تتحول لازم تغير مسار واحد على الأقل في يومك: طريقتك في الكلام، توقيتات النوم، وقت الصمت، طريقة ردود أفعالك، مكان قعدتك. حتى لو ذكر بسيط متكرر، غيره وكرره. كسر النمط واحد من قواعد بداية التحول. قانون التحول الرابع: التعري أمام النفس. وده محتاج جرأة شوية، أصل التحول مش تجمل، التحول صدق. تبص جواك وتشوف الحقيقة من غير فلاتر: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. معنى الجملة دي دهب، لأنك كل ما هتتعرف على حقيقتك ربنا ينكشف ليك بوضوح أكتر. هتخلي اسم من أسمائه يتجلى فيك، لو مذنب يتجلى فيك بالغفار، وهكذا. ستيف جوبز سنة 1985 اتفصل من شركته أبل، واتفضح قدام نفسه وشاف ضعفه وشاف غروره وشاف الغلطات اللي في شخصيته. والنتيجة انه لما عرى نفسه ورجع بعد 11 سنة، مش كمدير، كواحد من أعظم المصلحين والثورجية في تاريخ التكنولوجيا. هو نفسه قال كده: خروجي من أبل أكبر هدية حصلت لي، لأنه خلاني أرجع أتعرف على نفسي بشكل مظبوط. التعري أمام النفس، صدقوني، لحظة خلاص. قانون التحول الخامس: الانسحاب والتراجع من الضوضاء. في رحلة التغيير لازم تختلي بنفسك، لازم تنسحب، لازم تنزوي شوية مش كتير. في لحظة لازم تروح فيها لحتة تعمل إعادة ضبط، اللي هي بيسموها ريست. العلماء أصلا بيسموها isolation for integration، والصوفية يقولوا عليها الخلوة الخفيفة. خلوة يعني مش بالضرورة 40 يوم، لكن ممكن بعض الوقت أثناء اليوم من غير صوت. وفي علم الأعصاب لقوا إن الدماغ مش بيبدأ يعيد برمجة نفسه إلا لما مستوى الضوضاء الحسية يقل. دي جامعة MIT في بحث حديث. يعني لازم لحظات هدوء، مشي بطيء،
صمت وتنفس زي ما قلنا قبل كده هي البوابة العصبية لأي تحول داخلي. قانون التحول السادس، الانكشاف على نور جديد. أصل مش كل التغيير بيحصل من جوه، هو أساسه ومصدره بيحصل من جوه، لكن في مؤثرات، في ما يسمى باللايت تريجرز، المؤثرات النورانية. تغيرات بتحصل لما تتعرض لنور مش بتاعك، بيبقى فيه إلهام، زي نور شخص، نور تجربة، نور مكان، نور كلمة، نور ليلة مرت عليك، نور طاقة روحية في جلسة صدق. قانون التحول السابع، اختبار الاستمرارية. التحول مش لحظة، مش يوم يا جماعة، مش شعور بيجي ويروح. التحول استمرارية رغم التذبذب. علماء السلوك بيقولوا أو بيسموه consistency beats intensity. انت مش محتاج تعمل قفزة 100 خطوة، مش محتاج قفزة نوعية، انت محتاج تحافظ على خطوة واحدة كل يوم، خطوة ولو صغيرة لكن ثابتة. عندنا مثال غريب جدا من عالم الطب. في اليابان مدرسة جراحين مشهورة اسمها مدرسة كيوتو، بيعلموا الجراح الجديد على غرز جراحية لمدة سنة كاملة بس على حتة قماش واحدة قبل ما يلمس جسم إنسان، لأن لقوا إن السر مش في القفزة النوعية، لقوا إن السر في التحول، في التثبيت العصبي للحركة. التحول كده بالظبط، مش محتاج تبقى إنسان خارق في التحول، انت بس محتاج تبقى إنسان ثابت. في نقطة خفية جدا والناس كتير ما بتاخدش بالها منها، المعرفة بتفتح الباب لكن التحول بتدخل من الباب، الفرق كبير. المعرفة نور على العقل، احنا عرفنا ونورنا عقولنا، لكن التحول نور على الروح. الاتنين لازم يكملوا بعض، لازم نعرف ونعمل. عشان كده انت في ال5 محطات اللي فاتوا كنت بتبني منظومة فهم، لكن في الحلقة دي احنا بنحاول نبني منظومة تشغيل. والتحول عشان نشوفه ونصور شكله جوانا هو 3 مستويات عشان نتحول داخليا. التحول مش مستوى واحد. المستوى الأول هو مستوى الإدراك، أنا فاهم المشكلة وداري بيها وعارفها وعرفت أحللها، ده بداية الطريق. المستوى التاني المواجهة، إن احنا نعرف نواجه، أنا شايف نفسي بوضوح وبعترف وحتعامل مع المشكلة، وده أصعب جزء. المستوى الثالث الاختيار، أبدأ أبني على الدايرتين اللي قبل كده، أختار إني أبقى نسخة تانية رغم كل الظروف والمصاعب، وده اللي بيغير الحياة وبيعمل فيها تحول حقيقي. عشان ندلل على الكلام ده نشوف أمثلة لناس اتحولت تحولات كبيرة. ست اسمها لاكشمي في الهند اتولدت فقيرة لدرجة إنها كانت بتاكل وجبة واحدة في اليوم، لكن كان عندها حلم تتعلم لأن أهلها رفضوا يعلموها ورفضوا يدرسوها. كانت بتذاكر من كتب الزبالة اللي كانت بتاكل منها، اللي كانت بتلاقيها في الشارع. المهم بعد سنين من العذاب بقت دكتورة في الرياضيات في جامعة كامبريدج. ايه اللي حصل؟ مش فلوس ولا حظ، ده تحول داخلي. هي اشتغلت على ال3 مستويات ووصلت. حتى الرسام الشهير فان جوخ الفقر أكل حياته، ساعات كان بيكتئب كتير وما باعش في حياته إلا لوحة واحدة فقط، لكن كان دايما بيقول إنه ما بيرسمش اللي قدامه لكن بيرسم اللي بيتحول جواه. عشان كده لما رسم اللي كان بيتحول جواه عمل أعظم لوحات فنية في التاريخ، وعشان كده أعماله هي اللي عاشت بالرغم من موته. التحول الداخلي كان أقوى من الظروف. عندنا العالم نيلز بور، عالم فيزياء الكم الشهير، قبل ما يوصل لاكتشافات عظيمة دخل في أزمة نفسية حادة بسبب ضغوط البحث العلمي. اختفى شهور والناس افتكرت انه هو مات. عمل خلوة طويلة مع نفسه، خرج بعدها بأعمق النظريات اللي غيرت العلم الحديث. لو ما كانش انسحب
ما كانش هيتحول ولا هيكتشف اللي جواه. التحول يا جماعة فارض نفسه على الموقف، هو الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نربط بين النظريات والحقيقة والفعل في الكون عشان نبقى مؤثرين. أعظم آية اتقالت في التحول في رأيي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أهي واضحة صريحة، خالق الكون بيكلمك على سيكولوجية التحول. لازم المبادرة تطلع منك، لازم تيجي منك انت بكل النظريات اللي اتكلمنا فيها. لو انت مش صاحب القرار والإرادة والنية اللي طالعة من جواك مش هيحصل تحول. لازم التحول يحصل من الجذر، من عند الروح، يطلع المشاعر والأحاسيس يصدرها للقلب، القلب اللي عنده الخلايا العصبية يصدرها للعقل، يصدرها للجسم، تقوم انت تقدر تصدرها للكون كله. مش هخبي عليكم، انتوا تقدروا تعملوا معجزات بالتحولات الكبيرة اللي تقدروا تعملوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي إنك تسيب نفسك للجذر بتاعك، للروح اللي جوه، لنقطة النور اللي جواك اللي هو موضوع حلقتنا. نستسلم للنور ده، نعرف نمشي خطوات بشكل مظبوط، نعرف نعمل تحولات في كل تفاصيل حياتنا، نعرف نغير، نعرف نأثر في الأقدار اللي حوالينا، نعرف ناخد قرارات. التحقيق بيحصل كده على المراحل دي. كل اللي اتكلمنا فيه سوا في الآخر هيفضل في نطاق وحدود النظريات، وهيفضل في نطاق الدراسات والأبحاث لو ما طلعش من جواك انت قرار انك تحول. المبادرة عندك، مش من عند اي حد تاني. ممكن تلاقي ناس تساعدك، ممكن تلاقي مؤثرات نورانية زي ما قلنا، ممكن تلاقي حكيم او معلم، ممكن تلاقي صحبة صالحة، ممكن تلاقي كل الحاجات دي. بس انت لو ما تحولتش من جواك في الاخر ده مش هيتحقق. املي ورجائي ان احنا نقدر ننفذ ونربط ما بين كل اللي اتكلمنا فيه والاقدام والمبادرة، ان احنا نتغير ونتحول فعلا في حياتنا. ولغاية اما نتقابل خلوا نورنا شغال، النور اللي جوانا.